الحياد اللي حضرتك تطلبه انا مني. استفدت ايه بقى يا عصام يا عبد الفتاح؟ ده حضرتك بينك وبينهم، انا ما عنديش مشكله يا سياده المستشار. انا اللي بقوله علنا، انا بقول له ابراهيم نور الدين لا مصمم عليه. مصمم عليه يا عصام. انت نفسك بتقول ضربة جزاء ملهاش علاقه بضربات الجزاء حسبها، والزمالك فيه ضربة جزاء جوه منطقه الجزاء. هو ده الشغل بقى اللي هنيجي في الاخر نعمله عشان ندي الاهلي البطوله؟ مش هيحصل، اقسم بالله ما يحصل. ويا عصام يا فتاح انا اللي جاي لك يوم الاحد، انا اللي اشوف انت ايه قصتك ايه النهارده. لاعب انضرب، لكن ابدا والله لن نتخلى عن حيادنا، لان احنا بنحترم نفسنا قبل ما نحترم المشاهد يا فندم. انا ذبحت القطه ورحمه هناء ما ذبحت حد يا عصام، ورحمه هناء ما ذبحت حد. بلاش، انا مش عايز اتكلم اكتر من كده. لا اتكلم، لو حضرتك عايز تقول حاجه حقك انك تقول يا فندم، اتفضل قول. الله عيب، بقول لك بفعل فاعل ضربة جزاء مالهاش علاقه بضربات الجزاء انا حاسبها، والزمالك ليه ضربة جزاء قال لك لا انا ماليش مزاج احسبها. برضه ابراهيم نور الدين مصمم على ابراهيم نور الدين. مين ابراهيم نور الدين ده؟ مش ده برضه بتاع كفر الشيخ؟ مش ده بتاع احمد مجاهد؟ مش ده؟ لا ابراهيم من القاهره، ابراهيم من منطقه محمود البنا اللي من كفر الشيخ، لكنه ابراهيم نور الدين من القاهره اللي جايبه هو نفسه. فيا جماعه من فضلك دي هزيمه، لان ده انا قلت لك دي رياضه، بس النهارده لما اتغلب بفعل فاعل لا لازم اقف. هل بتعيد؟ طيب وقصه انك عايز في الجردان اصل انا ذبحت القطه بدري اللي بتوع الزمالك والاهلي، لا انا بقول اتنين. بقول لك ورحمه هناء ما تعرف تذبح لنا القطه، لان لو اتكلمت مش هتنزل من بيتك. كلام واضح. طيب سؤالي هل